هنتكلم عن الفرق ما بين الشاور والباث توب. اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من يوميات مهندسة. معاكم رشا عفيفي. النهاردة هنقول الفرق ما بين الشاور والباث توب، وامتى استخدم شاور وامتى استخدم باث توب، وهل ده يغني عن ده ولا لا. طيب، اول حاجة الشاور فيه منه انواع. اول نوع اللي هو بيبقى الكابينة اللي هي بتبقى مقفولة وبيبقى ليها سقف كمان، اوكي، وبيبقى فيها زي الرشاب بتاعة الجاكوزي، ويبقى فيها لايتنج، بيبقى فيها ميوزك، في اوبشنز كتيرة جدا. تمام. وفي اوبشن تاني كابينة بس بيبقى السقف بتاعها مفتوح، ما بتبقاش السقف بتاعها مقفول، اوكي. وفي شاور اللي هو بيبقى بيسموه البانيو القدم، بيبقى مش عليه كابينة بقى اصلا، بيبقى بس في الارض كده، مجرد ان هو حاجة بقف فيها بتصرف المية وفيها الشاور وخلاص. وفي كمان اني بعمله ماربل، يعني بعمل الارض ماربل بميول معينة، رخام بميول معينة، وبعمل عليه بارتيشن. ده بالنسبة للشاور. طيب، ده استخدم اكتر في الشاليهات، لو حمام ضيوف مثلا، لو حمام ولاد صغيرين او كده، بيبقى حاجة سريعة، انا عايزة اخد دش سريع، مش عايز اخد باص طويل يعني، فبستخدم الشاور. برضو بيبقى موجود في الجيم، في السبا، في الاماكن اللي في النوادي، في الاماكن دي اللي هو انا هاخد شاور سريع، فبتبقى حاجة كده ايه على الواقف. تمام. اما بقى الباث توب، فهو لو انا عايز اعمل عملية استرخاء، مثلا لو هحط فيه شاور جل او زيوت المعطرة او الملح او اي حاجة من الحاجات دي اللي بتساعد على الريلاكسيشن، فدي مثلا ممكن احطه في الماستر باثروم، وبحطه في السبا. طبعا بيبقى فيه جاكوزي كمان، في ناس ممكن تبقى عايزة جاكوزي. طب ايه الفرق ما بين الباث توب والجاكوزي؟ الجيتس اللي هي بتطلع المية بطريقة معينة، اللي هي بتدلك، بتعمل زي مساج كده. بيبقى فيه طبعا انواع منهم، وفي منه بينور، وفي بيعمل ميوزك، وفي متوصل بالسماعات بالساوند سيستم اللي في البيت. في اوبشنز كتيرة، وفي بيتقفل بيبقى بظهر او من غير. في اوبشنز كتيرة جدا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور. طيب، هل المفروض ان انا لازم اعمل في الماستر شاور ولازم اعمل باث توب، اعمل الاتنين، ولا اعمل باث توب بس، ولا اعمل ايه؟ طيب، هي دي ما فيهاش صح وغلط، هي على حسب الشخص اللي بيستخدم المكان هو بيحب ايه. في ناس بتقولي انا مش عايز احط باث توب، يعني في كلاينتس تقولك لا، شيل الباث توب خالص من الماستر، انا مش هستخدمه. وفي كلاينت تقولك لا، انا عايز الاتنين، انا عايز شاور وعايز باث توب في الماستر باثروم. فهي بترجع للكلاينت، ما فيهاش صح وغلط. لكن كمان لازم اخد بالي المساحة. يعني انا لو الباثروم بتاعي لو الباثروم بتاعي مش كبير، فيفضل ان انا اعمل فيه شاور علشان ما يبقاش الدنيا ضيقة وما احسش بمساحة المكان بتاعي. لكن لو انا عندي مساحة كبيرة وعايز احط الاتنين، ما فيش اي حاجة تمنع ان انا احطهم، او لو انا عايز باث توب بس او شاور بس، كل واحد على حسب هو بيحب يستخدم ايه. وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. اتمنى اكون قدرت افيدكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس، ولو عندكم اي كومنت اكتبولي في التعليقات، واشوفكم الحلقة الجاية. الى اللقاء.